السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقاتنا. النهاردة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زار بيلاروسيا، ودي أول مرة يزورها يا جماعة من 3 سنين. معنى اللي يزور بيلاروسيا من 3 سنين كده المشهد هيكون فيه تصعيد كبير. دلوقتي فيه حشود كبيرة جدا على بيلاروسيا، دبابات روسية، دفاعات S-400 و S-500، صواريخ. القوات البيلاروسيا ذات نفسها بتستعد وعامله حشود جدا على الحدود. هل هيحصل هجوم من الجنب الغربي لكييف على كييف؟ هل روسيا بتخطط اللي هي تدخل تاخد كييف؟ لما الهجوم حصل يا جماعه في شهر 2 غير الهجوم اللي هيحصل دلوقتي روسيا مسيطره على شرق اوكرانيا وبتقصف البنيه التحتيه قصف رهيب جدا. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دلوقتي بيلاروسيا. اللي بيحصل في تصعيد كبير قوي جدا هيحصل الايام اللي جايه دي بسبب الحشود الموجوده على الحدود الروسيه البيلاروسيه. بسبب الحشود اللي موجوده على بيلاروسيا يا جماعه، حشود كبيره جدا، اعداد جنود كبيره جدا، دبابات، اسلحه دفاع جوي، طيارات، كل ما هو من الاسلحه موجود على الحدود حاليا. في تصعيد كبير قوي هيحصل الايام اللي جايه ديت. معايا تقرير عايز اوريهولك وارجع لك تاني. منذ 3 سنوات وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بيلاروسيا منذ أكثر من 3 وذلك للقاء حليفه ألكسندر لوكاشينكو. يأتي ذلك وسط توترات مستمرة بين مينسك وكييف بشأن الحدود بالتزامن مع اتهامات أوكرانية لبيلاروسيا بالاشتراك في الحرب ضدها، الأمر الذي تنفيه مينسك وتقول إنه محاولة من كييف لجرها إلى الصراع. في الأثناء أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية أن مينسك استكملت عمليات تفتيش الجاهزية القتالية لقواتها، وعلى الرغم من أن وحدات بيلاروسيا لم تشارك بشكل مباشر في الحرب في أوكرانيا، إلا أن مينسك سهلت شن ضربات صاروخية نفذتها القوات الروسية من أراضيها، ما أدى إلى تعميق العقوبات الغربية عليها. شفت معايا التقرير؟ الرئيس الروسي فين؟ في بيلاروسيا من 3 سنين. فزي ما انا بقول لكم هيحصل تصعيد كبير جدا الايام اللي جايه. النهارده اوكرانيا قصفت الاراضي الروسيه ب4 صواريخ امريكيه هيل. 4 صواريخ امريكيه من طراز هيل. طبعا الدفاعات الروسيه صدت الصواريخ، بس ده تصعيد برضو كبير، لان امريكا دايما كانت حريصه اللي ما فيش اي صواريخ امريكيه بالذات تنزل في الاراضي الروسيه، ودايما كانت حريصه اللي هي بتدي لاوكرانيا اسلحه مش بعيده المدى. زي ما انا قلت لك، الاسلحه دايما اللي كانت بتاخدها اوكرانيا كانت اسلحه دفاعيه، يعني الدفع بيها مستواها المدى بتاعها 60 كيلو 80 كيلو، بتضرب من جوه الاراضي الاوكرانيه للاراضي الاوكرانيه المحتله اللي روسيا بتعتبر المناطق بتاعتها دي اراضي روسيه. النهارده ضربوا 4 صواريخ من طراز هيل نزلوا في الاراضي الروسيه، لكن قبل ما ينزلوا الدفاعات الروسيه منظومات S-400 ضربتها. طبعا ده تصعيد كبير. اوكرانيا بالبلدي كده عايزه تقول اللي احنا بنضرب اهو في العمق، طب يا امريكا ما تدينا صواريخ بعيده المدى نضرب بيها موسكو ونضرب بيها سان بطرسبرج ونضرب بيها المدن البعيده الروسيه. اوكرانيا يا جماعه، والرئيس الاوكراني زيلينسكي اللي هو انا اصلا مش بحبه، يعني عشان بس تبقوا عارفين، الراجل عايز يولع الدنيا وعايز يجر امريكا لصدام، وشكل كده اللي اوكرانيا هتجر لامريكا لصدام مع روسيا. هيبقى في صدام ما بين روسيا وما بين الناتو وامريكا. الصدام ده هيبقى صدام عالمي محدش هيكسب فيه يا جماعه، لان وزير الدفاع الروسي طلع تصريح النهارده قال لك قوات الردع الاستراتيجيه. عايز اشرح لك يعني ايه قوات الردع الاستراتيجيه. قوات الردع الاستراتيجيه دي يا جماعه يعني الصواريخ الباليستيه النوويه عابره القارات اللي بتخرج من المجال الجوي وبتتوجه بالقمر الصناعي وبتنزل على اي دوله جاهزه للانطلاق. يعني هم جاهزين يدخلوا الحرب دي في اي وقت. غير ان قوات الروسيه نقلت منظومات S-400 و S-500 جزء لبيلاروسيا وجزء على الحدود الروسيه البيلاروسيه. منظومات دفاع كتير جدا. يعني انت يعني اي حد محلل عسكري لو شاف عدد المنظومات اللي روسيا دلوقتي بتنقلها على الجبهه يقول لا، دي روسيا داخله تحارب في حرب عالميه. ففي تصعيد كبير الايام اللي جايه دي، احنا مش عارفين ايه اللي هيحصل. في حشود على بيلاروسيا، حشود كبيره. في حشود تانية، يعني في اخبار بتقول لك روسيا هتدخل 200,000 جندي تاني غير ال 300,000 جندي وغير ال 195,000 جندي اللي هم بدأوا بيهم الحرب بتوع الانفصاليين الروس بتوع اقليم الدونباس.
ده تصعيد كبير. والمعلم زينيلسكي عمال يضرب في العمق الروسي، وعمال يضرب قبل كده ضرب بطيارتين مسيرتين. المطارات دي كان فيها قواذف، القواذف دي بتحمل رؤوس نووية، يعني كان ممكن يعمل كارثة. الراجل ده عايز يولع الدنيا، وامريكا سايبه نفسها تتجر في الحرب واحده واحده، وشكلها هتتجر وهتدخل الحرب، وهيبقى الصدام عالمي محدش فيه هيكسب، والناس كلها هتموت من الغبار النووي. ومعايا تقرير عايز اوريهولك ونرجع لبعض تاني. في كوليبا إن غارات الطائرات المسيرة الروسية تسببت في أضرار جسيمة في البنية التحتية للمدينة، مؤكدا بأن الهجوم على طبعا المدينة تم باستخدام 35 طائرة انتحارية. وأضافت السلطات الأوكرانية بأنه جراء الهجوم انقطع التيار الكهربائي كليا عن 3 مناطق في كييف و10 مناطق أخرى في البلاد. وكانت السلطات الأوكرانية قد أفادت بتعرض البلاد لهجمات بطائرات مسيرة طبعا، وذلك في أحدث هجوم تشنه روسيا خلال أيام. ذلك بعد إعلان الجيش الروسي بأنه أسقط 4 صواريخ هارم أمريكية الصنع أطلقتها القوات الأوكرانية فوق أراضيه، وتحديدا في سماء منطقة بلغورود الحدودية. تانية إن النهاردة صحينا الصبح لقينا القوات الروسية قصفت قصف شديد جدا لأوكرانيا، لمدينة كييف ومدينة ليفوف وبقية المدن الأوكرانية. قصفت مدينة كييف تقريبا بحوالي 53 مسيرة انتحارية، اللي هي 133 شاهد الإيرانية. قصف شديد جدا، ضربوا محطات الطاقة ومحطات ضربوا محطات الطاقة ومحطات المية. ودلوقتي في 3 مناطق كبار في كييف، 3 مناطق كبار يا جماعة مضلمين مفهومش كهرباء خالص، بلس زائد المدن اللي اتضربت. تصعيد كبير جدا يا جماعة. الحرب دي هتاخد مسار مش كويس، هتاخد مسار اللي امريكا ممكن تتجر للحرب، الناتو هيتجر للحرب، اوروبا مش عايزه تدخل الحرب عشان اوروبا رايحه في داهيه، اوروبا بتحاول ان هي تنعش نفسها. لسه اولف شولز المستشار الالماني امبارح افتتح اول محطه غاز مسال. المانيا ما كانتش عمرها ما عاشت على الغاز المسال. الغاز الطبيعي كان بيجي لها في انابيب من روسيا لالمانيا للمصنع للبيت شكرا. دلوقتي هو بنى افتتح اول محطه غاز مسال في المانيا. الغاز المسال ده بيجي من اي دوله بقى بعيده، الاول بيطلع، يعني مثلا احنا عندنا غاز في مصر بيطلع بيروح محطه إيدكو بيتسيل، بعد ما بيتسيل بيدخل المراكب الحاويات وبيروح مثلا المانيا، بياخدوا الغاز اللي هو سائل ميه يدخلوه المصانع محطه الاساله، بيحولوه من حاله سائله لحاله غازيه، وبعدين ياخدوه يدخلوه البيوت ويدخلوه المصانع. طبعا دي تكلفتها عاليه جدا. انت كنت يعني بتاخد ب2 دولار و3 دولار الغاز الروسي، شوف هتدفع في ده كام، ده قيمته هتعدى ال$100 اساسا. تمام. فاوروبا مش مستعده اساسا اللي هي تدخل في حرب، غير اللي هي استنزفت في الحرب دي ماديا اقتصاديا، فاتورة التسليح، فاتورة مخازن الأسلحة. تمام. أنا كنت عايز أشرح لك الموضوع وأقول لك إيه اللي حصل النهاردة يا جماعة في الأخبار. يا رب تكون استفدت بالحلقة بتاعت النهاردة، وتابعونا في الحلقات الجاية. ما تنساش تعمل اشتراك وتعمل لايك وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.